اهلا بيكم في فيديو جديد معكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لكم ماذر بورد من اقدم الماذر بوردات اللي موجوده في السوق المصري، وهي الاتش 61. ايه ده؟ هو في حد دلوقتي هيتكلم عن الاتش 61 اصلا؟ انا هتكلم عليها لان في ناس كتير وبيوت كتير قوي وناس كتير مصريين فعلا عندهم ماذر بورد، وغير مصريين عندهم ماذر بورد الاتش 61 وعايزين يعرفوا هل هي ممكن تشغل العاب، هل هي ممكن نطورها، احنا ممكن نعمل ايه، هل استاهل ان انا مثلا اشتريها من واحد صاحبي عنده، هل تستاهل ان انا اشتريها ولا لا، هتشغل العاب معايا على كام فريم. كل الكلام ده هرد عليه في الفيديو دوت. اهم حاجه بس تعمل لايك سبسكرايب وانا هديك كل التفاصيل للاتش 61. يلا بينا. انا هتكلم عن ماذر بورد الاتش 61 لانها عندي 10 سنين، عشرت بجد اكتر من 11 سنه عندي وما زالت شغاله عندي ورا هنا. فالماذر بورد ديت فعلا من الماذر بوردات المعمره. دي اول حاجه فيها كده الف ب كده. الماذر بورد دي معمره جدا وبتعيش عمر طويل وبتستحمل درجات حراره عاليه جدا. في ماذر بوردات دلوقتي لسه حديثه ما تستحملش درجات الحراره اللي بتستحملها الاتش 61. تعالى اول حاجه نتكلم عليها وهي المواصفات بتاعه الماذر بورد. بعد كده هنروح على الاسئله اللي الناس كتير قوي بتسالها عن الماذر بورد الاتش 61 وتشغل العاب ولا لا وبرامج جرافيك ولا لا. اول حاجه الماذر بورد ديت فيها مكان اسمه ال جي 1155 دوت مكان البروسيسور. تقدر تشيل بروسيسورات جيل تاني وتالت، بتقدر تشيل بروسيسورات جيل تاني وتالت، اصدارات معينه، مش كل الاصدارات بتشيل جيل تاني وتالت. الاي 3 اي 5 اي 7 جيل تاني وتالت. انا عندي شايله بروسيسور من انتل اي 5 3470 وهي فيها مدخلين للرامات، تقدر تشيل لحد 16 جيجا بايت، مدخل كارت الشاشه عادي خالص. وعلى فكره الماذر بورد دي فيها كارت شاشه مدمج. كارت الشاشه دوت صغير يعني 128 256 حاجه شبه كده، وتقدر تعليه او توطيه من البايوس. لكن انا بعد ما جبت كارت الشاشه ما بقتش استخدم الموضوع ده، واصلا بقالي كتير قوي ما استخدمتوش او ما بصيتش عليه. بس كنت بعمل لها الفيجا دي، كنت بعمل لها ابديت لما ينزل لها ابديت من انتل وكده. بس حاليا الشركه ما بتدعمش الماذر بورد دي عشان نبقى برضو في الحته دي عندنا. خلاص خلصنا التفاصيل الممله، تعالى اقول لك عن التفاصيل المهمه. الماذر بورد دي امتى تجيبها وامتى ما تجيبهاش؟ الماذر بورد دي تجيبها لو انت مثلا شغلك بسيط مش ضخم، فيه 3 دي وفي حاجات تقيله. هتقول لي هتشغل فالورانت؟ اقول لك هتشغل فالورانت، بس ايه ده كده عليا، بس لازم كارت شاشه تمام والبروسيسور اي 5 وانت طالع. هتشغل برامج جرافيك؟ هتشغل برامج جرافيك، بس ممكن في برامج جرافيك معينه اللي هي محتاجه 3 دي وكده ممكن تشتغل بس بطيئه او بتعلق. ادوبي بريمير بيشتغل، معانا ادوبي بريمير، ادوبي افتر افكت معانا، فوتوشوب، كل ده يشتغل ما تقلقش. بس كل دوت برضو لازم كارت الشاشه. نيجي بقى عند نقط مهمه اللي هي كارت الشاشه بس هيبقى كفايه؟ لا، اقول لك انك لازم تجيب لها هارد اس اس دي. لو جبت هارد اس اس دي هيبقى الكيسه دي محترمه، هتقدر تلعب عليها ببجي مرتاح. تقول لي هتعلق شويه، بص هي مش هتعلق قوي بس هتلعب بجد عليها. انا بلعب عليها لحد وقت قريب، لحد من اسبوع اسبوعين لحد ما جبت كيسه جديده كنت بلعب عليها ببجي عادي خالص. كنت بعمل عليها مونتاج، كنت بشتغل عليها، بعمل عليها كل حاجه حرفيا. 2025 مشغل اتش 61 كنت بعتمد عليها في كل حاجه حرفيا. بس كده ده باختصار. تعالى اقول لك الخلاصه. لو انت قدامك الاتش 61 ومضطر تجيبها عشان الميزانيه بتاعتك او هي عندك وعايز تطورها، وميزانيتك محدوده انك ما تقدرش تشتري جهاز كامل، لان الاسعار بتاعت الاجهزه في حته صعبه قوي، وصعب قوي تلاقي جهاز مستعمل نظيف. الاجهزه المستعمله بيبقى فيها ديفوهات او فيها اخطاء كده، ممكن يسخن يقعد يفصل منك وهكذا. طيب الاتش 61 هتشغل فالورانت، فالورانت، كول اوف ديوتي، ليج اوف ليجند، كاب كات، بريمير، ادوبي بريمير، ادوبي افتر افكت، كل البرامج الجرافيك وكل الالعاب اللي في خيالك واللي مش في خيالك وفيفا وكل الكلام ده، ما تقلقش. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عندك اي سؤال عن الاتش 61 فدي 10 سنين، انت لازم تقول لي في كومنت تحت، او اي سؤال عندك جالك في بالك لازم تقول لي عليه على طول. انا اسف ان انا طولت عليك، بس كان لازم اديك تجربتي معاها كامله.
فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتفرج على الفيديو اللي جاي بتاع البي 450. واحب دلوقتي اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.